كأني كده كنت ماشية وكنت مشغلة الجي بي اس، وكنت على الأقل كده عارفة ايه الطرق اللي انا هاخدها، من الرغم ان انا ما رحتهاش لسه او ما اعرفش ايه اللي فيها، بس كان عندي فكرة. فجأة كده طلعت على wrong exit ولقيت نفسي اللي هو يلا انت مضطرة تسوقي، عشان انت لو وقفتي العربية في عربية من وراكي هتخبطك، مضطرة تكملي وتثقي في ربنا. فده اللي انا عملته، توكلت على الله وسلمت امري لله يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى للي ما يعرفنيش، والفيديو ده انا مش بعمله عادة، دي حاجة اول مرة اجربها. I got 24 days until 24، ناقص لي 24 يوم على ما تم ال 24، وشوية حاجات عايزة اشارككم بيها. نفسي طبعا الاجواء تكون احسن من كده، بس ده البريك الشغل بتاعي وده الوقت الوحيد اللي هعرف اتكلم فيه. تقريبا كنت حابة ان انا اطلع افكاري. Last year this day things were so different. لا بجد السنة اللي فاتت زي النهاردة بالظبط، في حاجات كتير قوي كانت مختلفة. السنة الجاية زي النهاردة في حاجات كتير جدا هتبقى مختلفة. Where you are today is your last spot, not the final one. لو كل حاجة احنا عارفينها ما اعتقدش ان هيبقى فيه joy in life. انا حصل لي حاجات كتير قوي السنة اللي فاتت حقيقي غيرت لي كل حاجة في حياتي، غيرت لي المسار اللي انا كنت ماشياه، كنت ترتيبات كنت مرتباها لمدة 5 سنين. واكيد في كتير منكم هيفهمني ان انا كمهندسة دماغي مش عارفة ليه بحس ان انا لازم ارتب كل حاجة. ففكرة ان انا فجأة كل حاجة اتعمل لها سكراتش كده واتقطعت، وان يجيلي مسار مختلف تماما ومش فاهمة ايه اللي هيحصل ومش عارفة ايه اللي جايلي في الطريق. كأني كده كنت ماشية وكنت مشغلة الجي بي اس، وكنت على الاقل كده عارفة ايه الطرق اللي انا هاخدها، من الرغم ان انا ما رحتهاش لسه او ما اعرفش ايه اللي فيها، بس كان عندي فكرة. ففكرة ان فجأة اروح طريق تاني ومش معايا جي بي اس، ففجأة كده طلعت على wrong exit ولقيت نفسي اللي هو يلا انت مضطرة تسوقي، عشان انت لو وقفتي العربية في عربية من وراكي هتخبطك، مضطرة تكملي وتثقي في ربنا. فده اللي انا عملته، توكلت على الله وسلمت امري لله. وحقيقي مش قادرة اقول لكم كمية العوض اللي حصل لي في السنة دي والألم او الصعوبات اللي بجد حصلت لي. سبحان الله في حاجات كتير قوي اتفتحت لي ما كنتش متوقعاها ان هي تتفتح لي، او ناس اقابلهم او ناس اخسرهم برضو ما كنتش متوقعه ابدا ان انا اخسرهم. العوض ما جاليش كشخص او كحاجه، العوض جالي ان انا ابقى عندي سلام داخلي، او ان انا على الاقل اتعافى، من رغم ان انا لسه ما تعافتش 100%، وعارفه ان انا كل يوم بتحسن اكتر من اليوم اللي قبليه. والشخصيه اللي منى فيها دلوقتي عمرها ما كانت هتبقى نفس الشخصيه دي لولا الحاجات اللي انا مريت بيها. بس مبسوطه اولا عن العوض ان ربنا يخليني انسى حاجات كتيره جدا، بس اطلع بالدرس اللي انا كنت محتاجه اطلع بيه. فده خفف عني كتير، لان انا كنت فاكره كل حاجه حصلت حقيقي ممكن كانت اتجننت. فدي نعمه كبيره قوي، اوقات كلنا ما بناخدش بالنا من. اتعلمتها في السنه اللي فاتت دي ان انا افضل اشتغل على نفسي وبس. اوقات it's not my fault في الحاجات اللي حصلت حواليا، ما كانتش من توقعاتي، ما كانتش من ترتيباتي، او ما كنتش حتى متخيلها، بس اتعلمت ان هي ما كانتش غلطتي او ما كانتش بسببي، بس it is my responsibility to get better and to take care of myself. انا عارفه ان احنا ممكن نتجرح من ناس كتير قوي حوالينا، بس حقيقي انت الوحيده او انت الوحيد اللي ممكن يحسن ده. A winner is just a loser who tried again. يعني كل واحد بيفضل يجرب. في ناس تستسلم، في ناس بتفضل تكمل في الطريق لغايه ما توصل اللي هي عايزاه، وفي ناس كانوا بيبقى ان اصلهم تكه بس بيشوفوا حد تاني ما عرفش يعمل التكه دي فبيتوقع ان هو كمان مش هيعملها. what's in your control and what's out of your control. يعني ايه الحاجه اللي انتوا تحت سيطرتكم وايه الحاجه اللي خارجه عن سيطرتكم. يعني مثلا الحاجه اللي انا تحت سيطرتي الرياكشن بتاعي في مواقف كتيره، طريقه كلامي، اختياري للاماكن اللي انا ببقى فيها، اختياري للصحاب اللي انا بخرج معاهم، الاتيتيود بتاعي في ايا كان بقى الحاجه او شخص يقول كلمه، انا ببقى in control of that. حتى لو هم triggered a specific spot عندي انا برضو in control. اوكي
حتى the way that I speak، الافورت اللي هحطه في المذاكره، الافورت اللي هحطه في الشغل، كل ده is under my responsibility. what's not in my responsibility او ايه الحاجه out of my control is people's thoughts, people's opinion, الفيوتشر، المستقبل. دي حاجه محتاجين تبطلوا تفكروا فيها. الاوتكمز، كل اللي عليك هو السعي. يعني اي حاجه بتطلع بعد كده اعرف ان هو ما كانتش مكتوبه ليك، او ربنا شايل لك حاجه احسن، او العوض هيجي لك بشكل مختلف. دايما خليك تفكر كده. وحاجه برضو مش في الكنترول بتاعنا، الباست، ماضينا يا جماعه. ماضي لما بتبص على نفسك زمان انت كنت شخص تاني، افعال مختلفه، كنت صغير، في حاجات ما كنتش عارفها، في حاجات ما كنتش واعي عليها، فانت اضطريت انك انت تمر بالحاجات دي عشان توصل الشخصيه دي. فانت لو فضلت تلوم نفسك على الشخصيه بتاعت زمان عمرك ما هتعرف تكمل لقدام. الوقت، ان احنا نكبر، كل الحاجات دي احنا مش في كنترول فيها، وما ينفعش نفضل نغير فيها، لان دي سنه الحياه. يعني احنا كده ربنا خلقنا لسبب، وان احنا نمر على حاجات معينه عشان نوصل للنقطه اللي احنا نرجع له تاني. ف people's behavior برضو، تصرفات الناس احنا out of our control. يعني انت ممكن تعاملي ناس بلطف ولين القلب وحب وكل حاجه وهما ما يعملوش كده. فدايما دايما دايما اكتر حاجه كنت بحب اعملها، والحمد لله ان انا بعمل حاجه لوجه الله، ما تعملوهاش انك انتوا مستنيين حاجه من حد. لان في ناس كتيره جدا بنعاملهم بحب ونفضل ندي وندي وندي ونكير، وفعلا they disappoint us. بس don't blame yourself. بالعكس بجد اعرفوا ان لو الشخص ده ما عرفش يديكوا ده، يبقى كده ربنا عايز هو، يعني ربنا عايز هو اللي يكون اللي هيديك، مش عايزك تاخد من الناس دي حاجه. فدايما think of the، زي ما بيقولوا كده، نص كوبايه المليان. واعرفوا ان مهما كانت الدنيا صعبه والله العظيم هتعديها، هي بجد هتعديها، هي بس ومش كلام اللي هو معلش وكده، لا بالعكس، انت عديت حاجات كتيره قوي قبل كده، انت وصلت للنقطه دي لغايه دلوقتي. اوعى تفتكر ان خلاص كده، لا 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 لا، بالعكس، ده ربنا لسه شايلك حاجات كتيره جدا. وانا الصراحه كل يوم لغايه ما تم ال 24 عايزه اعمل معاكم سيريز كده واتكلم معاكم في شويه حاجات، وعايزه نجرب حاجات اكتر، وعايزه اتعلم حاجات اكتر. انا عارفه ان انا مش هتغير في 24 يوم. التغيير اللي هو مثلا اللي هو ايه، ابقى حاجه وابقى حاجه تانية خالص، بالعكس، لا، احنا مش روبوتس، احنا مش ماشينز عشان نبقى لا، احنا محتاجين وقت لكل حاجه. فعايزه اشير معاكم الجيرني دي الصراحه، و I'm really excited for it. وحاجه كمان، انا خلال السنه دي اللي انا تميت فيهم 23 انا ما كانش، انتم كنتوش موجودين في حياتي، وحقيقي انا very excited ان انا اخش ال 24 وانتم معايا. فدي حاجه اصلا نعمه كبيره قوي برضو ربنا عوضني بيها خلال الفتره اللي هي كانت صعبه قوي في حياتي. وبس كده، بحبكم وهشوفكم بكره، باي.